الهند وباكستان دلوقتي على بعد طلقة واحدة من حرب نووية تدخل العالم كله في كارثة. دولتين نوويتين كبار، واحدة مسلمة والتانية هندوسية، بيكرهوا بعض وعلى وشك ان هم يدخلوا حرب. وكل ده بدأ من رحلة سياحية المفروض انها تكون جميلة وهادية في جبال كشمير، لكنها انتهت بمجزرة دموية ممكن تكون سبب لأول حرب نووية بين دولتين في العصر الحديث. طب ايه اللي حصل بالظبط وازاي الامور وصلت لكده؟ الحكاية بدأت يوم 22 ابريل في منطقة طبيعية خلابة في منطقة كشمير في الهند المتنازع عليها ما بين الهند وباكستان. مجموعة من العائلات الهندية كانوا في رحلة سياحية بيتفرجوا على المناظر الطبيعية اللي هناك، لكن فجأة وفي وسط الطبيعة طلع عليهم 4 أشخاص مسلحين لابسين زي عسكري قتلوهم بلا رحمة. المجزرة دي راح ضحيتها 26 شخص ما بينهم أطفال وستات كلهم سياح مدنيين. وبعدها طلعت جماعة كشميرية اسمها جبهة المقاومة علنت مسؤوليتها على الحادث، والحكومة الهندية ما صدقتش الكلام ده واتهمت جماعة باكستانية بتنفيذ الهجوم بدعم مباشر من باكستان. رئيس الوزراء الهندي قطع زيارته الرسمية في السعودية ورجع للهند عشان يواجه الهجوم ده برد دبلوماسي فيه خطاب تصعيد مرعب فعلا. وأول ما رجع بدأ انفجار سياسي وعسكري ما بين الدولتين غير مسبوق. الهند أعلنت سلسلة قرارات عقابية تعتبر أخطر تصعيد بين البلدين من أكتر من 25 سنة. وأول حاجة عملوها علقوا معاهدة مياه نهر السند اللي ممضية وشغالة من 1960، واللي بشكل مبسط اللي بتحدد طريقة توزيع المياه بين البلدين اللي جايه من نهر السند. الخطوه دي تعتبر اول انذار خطير ومؤشر تصعيد كارثي فعلا، لان باكستان بتعتمد على اكتر من 90% من المياه دي من احتياجاتها من الشرب والزراعه، واي تهديد ليها يعتبر تهديد مباشر لشعب كامل ومساله امن قومي وقضيه وجوديه بالنسبه لها. والقرارات الهنديه ما وقفتش هنا، ده قفلت الحدود ما بينها وما بين باكستان وطردت كل الدبلوماسيين وطلبت في خطاب رسمي ان اي باكستاني موجود على ارضها يمشي خلال 48 ساعه. الموقف انتقل من مجرد اتهام لقطع علاقات دبلوماسية كاملة. وطبعا باكستان ما سكتتش، أعلنت فورا إغلاق المجال الجوي قدام الطيران الهندي وعلقت كل أشكال التجارة مع الهند. والأخطر من كده إنها أعلنت رسميا تعليق اتفاقية شملة اللي كانت بتمنع أي تصعيد عسكري مباشر بين الطرفين في كشمير. وكمان أعلنت إن أي محاولات لإغلاق مجرى نهر السند تعتبر بمثابة حرب عسكرية مباشرة على باكستان. الكارثة هنا إن الهند وباكستان مش مجرد دولتين عاديين، ده كل واحدة فيهم معاها ترسانة نووية ضخمة تقدر تمحي مدن كاملة في دقايق. والكارثة الأكبر إن مفيش أطراف دولية فعالة بتحاول تهدي المسألة. وأنت قاعد بتتفرج وبتقرأ دلوقتي في طيارات عسكرية وآلاف من الجنود بيتوزعوا في منطقة فيها أكتر من 1.5 مليار بني آدم. الموضوع المرة دي أكبر من الهند وباكستان نفسها، ده ممكن يغير شكل العالم كله. ولو طلقة واحدة اتضربت بين الطرفين محدش هيقدر يوقفهم. فيا ترى إيه اللي هيحصل في الساعات الجاية؟ هل في حد فعلا هيتدخل وهيحاول التهدئة، ولا هنصحى على حرب نووية غير مسبوقة؟ أنا وليد صفوت وده برنامج كيميتاوي.